فريق المورد لمنتخبات الشباب باستمرار تلاقي فيها نجوم من هذا النادي، وده شيء جيد كان يحسب فيحسب لقطاعات الناشئين في النادي اللي بتورد على طول. عند الباك اليمين خوان فران بادئ يلعبها، جول جول سالفيو، انطونيو سالفيو الارجنتيني يقطع من على القايم القريب ويلعبها حلوه في الزاويه البعيده على يمين عبد الواحد، ياخد عرضيه خوان فران، انطلق. قلت لحضراتكم لعيب كبير خوان فران، شوف اتحطت حلوه حلوه، وادي العرضيه سبق كريم الحسن وغالط كريم الحسن. انطونيو سالفيو رقم 8 الارجنتيني، وادي العرضيه الحلوه حلوه سالفيو يجيب الهدف الثاني سالفيو ويحط هدف على طول برضه بخطأ دفاعي من دفاع نادي الزمالك، برضه متساب لوحده، يا دوبك لمس الكرة بصدره واتحرك عشان ياخد العرضيه، مفيش رقابه. ادي الكرة هنشوفها تاني، شوف مؤخر بذكاء عشان ما يبقاش متسلل، هدف صحيح، وادي بصدره بس يحطها في المرمى. ادي البدايه من رياس، هنا مفيش. صلاح سليمان لسه بادئ يضغط، برضه بيتزي وسالفيو، كانه ثنائي بقى، بنشوف ثنائي في هذا اللقاء، برضه بيتزي نمره 15 البرتغالي، وانطونيو سالفيو اللاعب سالفيو لعبها له بالمسطر، اللمسه بس يا دوبك. انا بقول البدايه بره. سمير عثمان جاي صفر على طول بضربه جزاء لصالح الزمالك. احمد حسام ميدو، وذكريات اسبانيه كثيره مع سالتا فيجو، كان عامل ثنائي هو والكسندر موستوفوي نجم الروسي الكبير الحقيقه مع سالتا فيجو، ونجحوا ان هم يبقوه في الدوري. الليزر يا ريت بلاش يا جماعه، نادينا كتير بلاش الليزر. ميدو لسه بينتظر الاذن، جمهور بيقول ميدو الجمهور العظيم اللي بيتفاعل. احمد حسام جول، سنخو راح معاه الحقيقه، ما كانش محظوظ لانه راح معاه. بص حضراتكم اهي، ده يمكن لمست الجوانتي كمان وداخل الشباك، وتصبح النتيجه 2 اتلتيكو مدريد و1 نادي الزمالك. وبدا رياس يعترض، بدات اعتراضات، مش عايزين الامور توصل لكده. اهو في كلام من على الدكه والبنش، ده مش الملعب بس البنش بره برضه واضح ان كان في اعتراضات. البرتغال الصاعد بيتزي، شوف الكره يا ولد، شوف جاب كريم الحسن ازاي، خده من هنا ورجع طلع بيه لبره وشاط، لكن برافو عبد الواحد. المره دي التالق ما كانتش على مستوى النجوم اللي مشيت. رياس يلعبها العرضيه خطره، شوف فين الراجل متساب خالص، هوبا وادي يطلع كريم الحسن كلهم بالكامل وانبهروا. ادي اللعبه اهو، شوف التوقيفه فين، بوليدو ولعبها طلع، برافو كريم الحسن. تبديل هنشوف مظبوط، خد فاول والشماريخ مفيش فايده. الجمهور يعني برضه في الاحتفاليه ده بينفذوها باقتدار. رياس عدت مش ممكن، حاسه بالقلق. هنشوف دييجو هيعمل ايه، وادي دييجو بيحط الهدف الثالث. قلت لحضراتكم دييجو ريباس لاعب بورتو وفيدرال بريمن واليوفي الايطالي وفولفسبورج الالماني، واخيرا لاعب اتلتيكو مدريد بيضع ركله جزاء، عفوا مش ركله جزاء، ولكن هم عندهم الكرات الثابته اللي خارج ال 18 بمثابه ركله جزاء. حاططها بايده مش بالقدم اليمنى، بيركنها من فوق الحائط البشري ويقدم لنا لقطه الرابع لاتلتيكو. شوف التحرك يتدرس، شوف دييجو جاي منين، وادي كريم الحسن، وادي دييجو تاني ويحطها في المرمى، والرؤيه وسع لنفسه عشان يشوط صح.